عرفها. لو انت دلوقتي اسالك سؤال، ايوه لو انت دلوقتي خارج مع صاحبتك تمام، وانتوا حاليا في مراسي، ممكن تعمل شوبينج، ممكن تقول لك انا عايز اعمل شوبينج، اجيب حاجه، هدومي ما كفتش، حاجه شبه كده. دخلت عملت شوبينج هنا، اقل حاجه مثلا تدفع لك، لو جابت مثلا كام قطعه تدفع لك ممكن 80 100 الف جنيه اقل حاجه. 80 80 الف جنيه يعني جنيه. اهو بضغطة زر اعمل كده. بس دي فيزا ميزه، الحد بتاعها في اليوم 30 الف، دي اللي هم بيعملوها الطلبه اللي هم عندهم 14 سنه. انت عارف ممكن تدخل المكان تطلب الحاجات كلها واتكل على الله وامشي. ما فيش حاجه غير مش بتقول اخرها 30. والله. طب اقول لك على طب حاجه. طب ثواني يا عم، هي اخرها بتاخد رقم تمام. بذمتك سؤال بامانه، الفيزا دي فيها كام؟ 1830 جنيه وانا في بصوا معايا 1830 جنيه. طب هتعمل بيهم ايه؟ داخل مراسي بباركود ب 300 جنيه من عند الاستاذ استاذ وائل انور تمام بتاع الباركودات. مش تبقوا عارفين بس اللي بيحصل مراسي انا ما بدخلش الا بالباركود. لا اونر ولا بتنجان. ودي صاحبي داخل ب 200 جنيه معايا. يعني انتوا عاملين شير في ال 300 جنيه ولا هو دفع 200 وانت دفع 300؟ انا 300 و200. يعني انتوا داخلين الباركود ب 500 جنيه. ايوه وغير كده انا جايب كنز بيبسي من بره وشربتها في العربيه. ايوه مش هي ازازه ميه. العربيه الاوبر واخد 250 جنيه. اقفل حبيبي.